اهلا اهلا، كيف دايرين؟ بخير؟ كتعاودوا؟ كنتمنى تكونوا بخير واموركم كامله مزيانه. مرحبا بكم في فيديو جديد وقضيه جديده. بغيتكم تركزوا معايا اليوم مزيان في هذه القصه، وكنتمنى تتبعوها من الاول ديالها حتى الاخر وما تزقلوا حتى القطع، حيت هذه القضيه بالضبط غادي تخليكم تفهموا شحال من حاجه. ما نطولش عليكم اكثر، نمشيو نكتشفوها جميع. الا كنتم مستعدين خليكم معايا وما تمشيو فيه. في واحد الفيلاج قريب لمدينة وجدة، بالضبط في سنة 2013، واحد العائلة كتكون من الأب والأم وعندهم 3 ديال الولاد. الولد الكبير كان في العمر ديالو 19 سنة، وكاينين 2 خوتو صغار منه، واحدة في العمر ديالها تقريبا 15 عام، وكاينه بنت اخرى في العمر ديالها تقريبا 12 سنة. الولد الكبير سميتو هاشم. هاد العائلة ناس بسطاء، ناس على قد الحال، والأب كان هو المعين الوحيد ديال الأسرة. هاشم واحد الوقت ما كملش الدراسه ديالو وبقى غير في الفيلاج، لا خدمه لا ردمه، ما كيدير حتى حاجه. هاد الولد هذا من صغرو كان معمر دماغه برا، تقول ليه السلام عليكم يقول لك بغيت نحرق. عاد واحد النهار اختفى، بات ما صبح. العائله قربلوا الدنيا على ولدهم، ما خلاو فين قلبوا عليه، والو ما لقاوش. حس هاشم كيدور. هنا غادي يسولوا صحابو اللي مولف كيجلس معاهم، ولكن الاغلبيه ديال صحابو كيأكدوا باللي حرق للخارج، وباللي مشى لمدينة طنجة ومن تما مشى حارق. هنا العائله غتاكد اكثر مني غادي يلقاو تقريبا شي 3 ديال الاولاد حتى هما من نفس هذا الفيلاج هذا، حتى هما ما كاينينش، وعائلتهم كيقلبوا على ولادهم. هنا تاكدوا وعرفوا باللي هاشم دار اللي في راسو وغادي يكون مشى حرق. دازت واحد المده تقريبا ديال شهر وهاشم مختفي، حتى غادي يتصل بالعائله ديالو من اسبانيا، غيقول لهم باللي ما تخلعوش عليا وما تدهشوش، انا راني حرقت وراني دابا لاباس والحمد لله عليا، ووصلت لاسبانيا بخير وعلى خير، ودابا راني مع شي ناس مهليين فيا، ما مخصوص من حتى شي حاجه، ما تخافوش عليا ونعسوا على جنب الراحه من جهتي. هنا العائله صافي بردات ديك النار من جهه ولدهم، وعرفوه بخير، هادشي اللي كانوا باغيين. المهم هاشم بقى تما في اسبانيا كيتلاوح من بلاصه لبلاصه، حتى خدم وجمع الفلوس وما بقاش غير في الزناقي، وبقى في اسبانيا تقريبا واحد المده ديال 4 سنين. عاد من بعد قد الوراق ديالو ولا مقيم في اسبانيا بشكل قانوني، ولكن المغرب ما دخل ليه حتى دازت المده ديال 8 سنين. عاد من بعد الدري ولا بخير وعلى خير وجمع راسو. وهنا هاشم ولا في العمر ديالو تقريبا 27 عام، دخل المغرب وجا عند العائله ديالو. العائله كيف قلت ناس بسطاء، ناس ما فحالهمش وما عندهمش وما خصهمش، حتى من السكن اللي ساكن فيه ماشي شي حاجه اللي غادي يجي ويجلس فيها هاشم. اول حاجه غادي يديرها من بعد ما دخل هي شرا واحد القطعه ديال الارض وبنى فيها واحد الدار. هاد الدار هادي كتكون من 3 ديال الطوابق، خلاها العائله ديالو. داز هنايا عامين اخرى وهاشم ولا في العمر ديالو 29 عام. السيد كان كيدخل وكيخرج من المغرب، ولات حياته ما بين المغرب واسبانيا، والامور ديالو كانت غاديه مزيان بخير وعلى خير. غينوض هنايا هاشم غادي يشري واحد الارض اخرى. السيد ولات الامور الماديه عنده مزيانه ولا لاباس عليه، شرى داك الارض وبنى فيها واحد الدار على شكل فيلا، داير بها السور ديالها مقاده مصوبه مجهزه بكاع الوسائل العصريه، يعني فيلا من الفيلات العصريين. هنا هاشم ولا كيتضرب به المثال في الفيلاج. الناس كيقولوا لولادهم شوفوا هاشم تبارك الله كي كان وكي ولا. عائلته ما كان عندهم والو، ودابا تبارك الله مشى لإسبانيا وعود والديه، وعائلته ولات بخير وعلى خير. واش شتي ولاد الناس اش كيديروا؟ كيعاونوا والديهم وانتوما ما كديروا حتى حاجه، عاطينها غير البليه والنهار وما طال واقفين في هذا الفيلاج. هاد الناس ديال الفيلاج كيعايروا ولادهم وكيضربوا المثال بهاشم. شوفوا هاشم اش دار، شوفوا هاشم شرا دار وبنى فيلا، وهو اصلا كيشوفوه ديما داخل خارج بالطوموبيلات الغاليين. المهم واحد النهار هاشم عيط على العائله ديالو من اسبانيا، قال لهم انا باغي نتزوج، وصراحه ما كاين ما احسن من بنت بلادي، وانا قلبت وشفت هنايا ولكن حتى وحده ما عمرت ليا العين، وانا باغي شي بنت الناس ندير معاها وليداتي ونكون عائله. العائله ديالو فرحوا وقالوا لي هادشي هذا اللي كنتسناو منك من شحال هذا، بغيناك دير وليدات ونشوفوهم ونفرحوا بك. المهم هنايا هاشم وكل العائله ديالو قال لهم نتوما قلبوا لي على شي عروسه. داز واحد المده ديال السيمانه، نط الام ديالو عيطات على هاشم، قالت لي انا قلبت في الفيلاج ما بان ليا والو،
اولدي الا بغيتي تتبع كلامي وباك راه حدايا كيسمع فيا، وحتى هو غادي ندوزو ليك وغادي يهضر معاك. الا سعفتينا ولدي تزوج بنت عمك راك ما غاديش تلقى حسن منها. ناض هنايا با هضر معاه حتى هو وقال ليه ولدي هاشم، حنايا راه رمينا عينينا في الفيلاج وما بانت لينا حتى شي وحده اللي تصلح ليك. ما كاينش ما احسن من بنت عمك. اللهم العائله ديالنا كيعرفونا وكنعرفوهم، حتى الا مشى وقع شي مشكل بيناتكم نعرفوا كيفاش نتصرفوا. هاشم هنايا صدم العائله ديالو، قال لهم الا ديك بنت عمي هي اللي ما غاديش نتزوج بها، واخا تنطبق السما مع الارض الا هذيك. شوفوا لي اي وحده في الفيلاج الا بنت عمي. وهنا غادي يوقع واحد المشكل كبير. دابا هاشم منين هضر مع العائله ديالو وطلب منهم يشوفوا ليه شي بنت في الفيلاج للزواج، الاب والام ديالو تسرعوا وداروا داك الشيء من ديتهم لراسهم ومشاو عند دار عمو. والاب مشى قال لخوه الا جات على خاطرك اخويا راه ولدي بغى يتزوج وما غاديش نلقاو حسن من بنتكم فاتحه. فاتحه كان في داك الوقت في عمرها 24 عام. قال لهم عمو مرحبا والف مرحبا. هاشم راه بحال ولدي، نزوجوا البنت بالفرحات عليا، انا من ناحيتي ما عندي حتى شي مشكل. والبنت حتى هي في راسها ولد عمها غادي يتزوج بها، وحتى هي كانت فرحانه ووافقات، خصوصا انها غادي تزوج بولد عمها هاشم وكيعيش في اسبانيا. وتصوروا معايا هاد الحاله هادي، البنت غادي تعول وغادي ترسم احلام في المخيله ديالها، صافي دايره باللي غادي تزوج بولد عمها وكتخطط وكتقاد، ويمكن كاع بدات كتعرض على الناس. هاد التفاصيل فكروني غير في الفيلم ديال البرتقاله المره. المهم هما ماشي كيشبهوا ليه بزاف، ولكن هاد الشيء اللي وقع الفاتحه والمشاعر اللي حسات بهم تقريبا نفس المشاعر ديال السعديه، اللي ما كاينش شي مغربي اولا مغربيه ما اثراتش فيه ديك القصه. المهم عطاوهم الكلمه بلا ما يتشاوروا مع ولدهم، وامو حتى هو صافي عطاه الكلمه، وصافي داروا في بالهم باللي هاشم الفاتحه وفاتحه لهاشم. الولد هنايا صدم العائله، قال لهم لا هي لا، والديه قالوا لي وحنا دابا قلناها ليه وعطينا الكلمه للناس، وعمك حتى هو عطانا الكلمه. قال لهم الولد ومعاه من تشاورتوا شكون قالها لكم؟ واش انا قلتها لكم؟ انا طلبت منكم تقلبوا لي على شي بنت في الدوار، ما قلتش لكم شوفوا لي بنت عمي فاتحه. دابا حطيتوني في مشكل كبير بزاف، ودابا نتوما اللي غادي تحملوا مسؤوليتكم. انا ديك البنت ما غاديش نتزوج بها. منين سولوه والديه علاش بالضبط فاتحه ما بغيتيهاش، واش شفتي عليها شي حاجه ولا غير سمعتي؟ قال لهم ما بغيتهاش. واش ماشي من حقي نختار الانسان اللي غادي نعيش معاها؟ انا كنحسب فاتحه بحال وحده من خواتاتي، وعمرني ما شفت فيها ديك النظره ديال مراتي ولا شي حاجه، فيستحيل نقبل نتزوج بها. قال لهم واخا تنطبق السما مع الارض، انا فاتحه بنت عمي ما غاديش نتزوج بها، غير نساوها من بالكم. الاب ديالو جاتو السخانه من يسمع هذا الشيء، بحال تيريتي فيه بفردي خاوي، تدمر وما لقى فين يدير وجهه. كيفاش غادي يقولها لخوه؟ كيفاش غايقول ليه باللي ولدي ما باغيش يتزوج بنتكم؟ ودابا حتى خوه ما غاديش يرضى. المشكل الاخر عاوتاني اللي وقع، الهضره دارت في الفيلاج باللي صافي هاشم راه غادي يتزوج بنت عمو. وانتوما عارفين البنات ولا العيالات بصفه عامه، وحده كتقولها لوحده وحده كتقولها لوحده، حتى من ماماها بقوه الفرحه اللي تلاقاتها في الزنقه كتقول لها عرفتي بنتي راه غادي يتزوج بهاشم. جا لعندنا لوسي ومراته طلبوا ورغبوا، وحنا بزز بالطلب والرغيب عطيناهم بنتنا. الاب ديال هاشم غادي يجيهم للصراحه، قال لهم انا غادي نمشي عند خويا ولي ليها ليها، غادي نهضر معاه بلاتي هي احسن، ونشغلوا هذاك بغى يتقلق يتقلق، بغى يطردق يطردق، المهم انا ما عندي ما ندير. الولد ما بغاش، واش انا غادي نزوجو صحاب فاتحه؟ ما يمكنش. المهم هنايا الاب مشى قالها لخوه، قال ليها خويا غادي نهضر معاك في واحد الموضوع مهم، واسمع ليا مزيان وبغيتك ما تقلقش مني. الزواج راه قسمه ونصيب وكل شيء بالمكتاب. قال لي انا ما كرهتش بنتك نزوجها لولدي. خو غير سمع هاد الشيء السيد وجهه تلون، عارف القضيه حامضه وما كاين لا زواج لا والو، والبنت معوله وهما معولين. قال لي هضر راك خلعتيني، قول اشنو عندك. قال لي ما عندي ما نخبيه لك، ولدي ما بغاش هاد الزواج هذا، وحنا ارتكبنا خطا وتسرعنا وجينا عندكم وقلناها لكم نتوما الاولين بلا ما نتشاوروا مع الولد. ولدنا راه ما بغاش هذا ما كان. خو قلب عليه واحد الطبله كانت قدامه وبقى كيغوت عليه وقال لي هادو راهم في عين البراش وناض الصداع والمشاكل. والبنت ساقت الخبار والام جات وحتى هي ما سكتاتش ليهم، كان قلبها اصلا عامر خوات المزيوده ديالها. هي كتعاير وماما هاشم حتى هي ما خلات فيهم غير اللي نسات،
يا السحاره يا اللي بغيتو بنتكم تلصقوها صحه لولدي، سيروا شوفوا بنتكم شنو دايره باش ولدي ما قبلش بها. والاخرى عاود قالت لهم يا الكذابين، عطيتونا الكلمه وخليتونا شفايا العديان. صافي تشابكات القضيه بيناتهم وحطوا راسهم في مواقف بايخه. هنا صافي غادي يولي الاخ ما غاديش يبقى يشوف في الاخ ديالو، والخوت ولاو عديان بيناتهم، كيتلاقاو غير في شي بلاصه صدفه كتنوض القره بيناتهم. وهذا الشيء هذا ولا معروف في الفيلاج. عائله هاشم وعائله فاتحه منوضينها مع بعضياتهم وعارفين المشكل منين جاي. بقات الامور بحال هكا حتى غادي يجي الصيف، وهنا غادي يدخل هاشم باش يدوز العطله الصيفيه عند العائله ديالو. ومنين دخل هنايا وقع واحد المشكل اخر. غادي يتلاقى هاشم مع عمو صدفه، وعمو ما خلالوش بالسبان وقال ليه انت ماشي راجل وما كتسواش، وبنتي اصلا ما نرضاش نزوجها لبحالك. حنا الحمد لله منين عرفناكم على حقيقتكم قبل ما نديرو في الطاجين ما يتحرق، ما نتوما عائلتنا ما حنا عائلتكم، وضربوا على نمرتنا. كذلك نط المشاكل والدري طلع عليه الدم. واخا هكاك هو هاد الهضره هادي كيسمعها ما كيتسوقش ليها، هو داك الشيء اللي في راسو ما باغيش يتزوج بالبنت وجالس مرتاح مع العائله ديالو. والعائله ديالو داروا فيه، قالوا ليه ضروري خاصك تقول لنا الاسباب علاش ما بغيتيش تزوج ببنت عمك فاتحه. قال لهم انا ما بغيتش نتزوج بها حيت انا داك البنت ما كتجينيش على خاطري، ما بغيتهاش، اويلي واش صح عليا نديها ولا شنو. صافي دار حتى هو فيهم وسكتهم، قال لهم هذا الموضوع هذا سديناه صافي، ما يبقاش شي واحد فيكم يجبدوا ليا شي نهار، وانا ماشي هو السبب، نتوما اللي ما كتشاوروا مع حد، كديروا اللي قالها لكم راسكم. نوض هنا هاشم واحد النهار غادي ينزل المدينه على اساس باش يجلس واحد 3 ايام يشوف البحر ويتسارى مع راساته، ومن بعد يطلع للفيلاج ديالهم. نزل المدينه دوز تقريبا واحد المده ديال يومين، وفي النهار الثالث وهو يشوف واحد البنت. هاد البنت هذيك العمر ديالها تقريبا ديك 25 عام، شافها مع الام والاب ديالها كانوا كيدوروا تماك حدا البحر. بقى هو تابعهم حتى ركبوا في الطوموبيل ديالهم، حتى هو مشى كيجري ركب في الطوموبيل ديالو وبقى موراهم حتى وصلوا للحي فين ساكنين وعرفهم فين بالضبط كيسكنوا. صافي هو حط عينيه على البنت والبنت عجباتو. بقى السيد في المدينه حتى مشى عرف الاب ديالها فين كيجلس، كان كيجلس في واحد القهوه حدا الدار ديالو. مشى هاشم لعندو وجلس معاه وقال ليه عمي كي داير؟ بخير لاباس عليك؟ الاب قال ليه لاباس ولدي، شنو عندك؟ قال ليه الصراحه انا كنت حدا البحر وشفتكم نتايا ومراتك وبنتك غاديين، وانا راني غادي نجيك من الاخر، انا ماشي من داك النوع اللي كيتفلى، انا الا قبلتو عليا عمي باغي نتزوج بنتكم، وعندي العائله ديالي حنا من الفيلاج، وعطاه جميع المعلومات عليه. فما كانش اصلا واحد المسافه بيناتهم اللي هي كبيره. قال لي الا قبلتو عليا عمي نجيب العائله ديالي ونخطب البنت ونتزوج بها، وانا كنعطيك جميع الضمانات، ما غادي نخليها مخصوصه من والو. ونزيد كعمي انا راه ما كنعيش هنايا، كنعيش في اسبانيا، نقاد لبنتكم الوريقات ديالها والمسائل كامله، وانا غادي نعيشها احسن عيشه تما. الاب قال لي اش غادي نقول لك ولدي، مرحبا والف مرحبا على الراس والعين، وبان لي انت يا وجه الخير وولد الناس، نشوفوا بعدا البنت ونرد عليك. السيد فرح وقال ليه صافي انا غادي نجيب العائله ديالي ونجيو نشوفوكم. الولد مشى هضر مع العائله ديالو، العائله ديالو قالوا ليه حنايا ما نزيدوك غير الخير، حنايا اصلا باغيين لك غير تكون نتايا بخير وعلى خير. جاب العائله ديالو فعلا ومشاو عند الناس واستقبلوهم احسن استقبال الصراحه. عائله اللي الله يعمرها دار، لا الاب ولا الام كانوا مزيانين. المهم داز داك النهار مزيان، تفهموا على كل شيء. هنا ناض الولد قال لهم خير البر عاجله، انا كنعيش في اسبانيا وما بقاش ليا بزاف باش غادي نرجع بحالي. المهم نديروا العقد ديالنا ونديروا العرس، وانا غادي نمشي وبنتكم ها هي غادي تبقى مع العائله ديالي. والحمد لله انا عندي الدار ديالي بوحدي وعندي الفيلا، ودارنا كبيره وعريضه فيهم 3 ديال الطوابق، اي طابق هي بغاتو وعجبها تعيش فيه. العائله وافقات وكل شيء وافق والامور دازت مزيان. هنايا غادي تدوز تقريبا واحد المده ديال 10 ايام. هنا غادي يكون العرس في الفيلاج، والعائله ديال هاشم عيطوا على الناس، وكان واحد العرس اللي هو كبير. داز العرس بخير وعلى خير والناس كانوا ناشطين وفرحانين. ولكن هنا غادي توقع واحد المفاجاه كبيره، وهو ان العائله ديال فاتحه ما حضروش العرس، لا العم ولا مراته ولا خوت فاتحه، حتى شي واحد ما حضر داك العرس. وصلت واحد الوقيته تقريبا ديال 4 ديال الصباح، صافي الناس كلشي تفرتكو، كل واحد مشى لدارو يناس.
واحد القضيه اخرى، هاشم كان مفاهم مع مراته اللي سميتها ابتسام ومفاهم مع العائله ديالها باش غير غادي يسالي العرس تقريبا مع ديك 7 ديال الصباح. غادي يشدو هما الطريق لواحد المنطقه كتواجد في نواحي مدينه طنجه. هاد المنطقه معروفه منطقه سياحيه وفيها الهدوء، وهنا باش يهربوا حتى من العم ديالو ومن العائله ومن المشاكل. قالوا ربما يقدر يدار ليهم شي سحور او لا توقع شي مشكله على ما تبرد القضيه ويدوزوا شهر العسل ديالهم تمايا، تقريبا واحد المده ديال 10 ايام حتى ل 15 يوم، ومن بعد يرجع هو ومراته يجلس معهم شويه ومن بعد يخليها مع عائلته ويرجع هو بحالته لاسبانيا بيد ما صوب ليها الوراق ديالها وغادي يديها معاه. هذا هو الاتفاق اللي كان مسبقا متفق مع عائلتها عليه. هنا هاشم جاب الطوموبيل ديالو حط الحويجات ديالهم في الكوفر، وابتسام تودعت مع العائله ديالها وحتى هو سلم على عائلته، ومشاو شدوا الطريق لمدينه طنجه على اساس غادي يمشيو لديك المنطقه السياحيه. وصلوا تماك وغادي يمشيو لعند مالين دوك الديور اللي كيتكراو بالليله. خداو واحد الشقه كراوها وتفاهموا مع مولاها، وكانوا عارفين شحال غادي يجلسوا تماك. تفاهموا معاه على كل شيء. داز النهار الاول والثاني، النهار الثالث مع الوقيته ديال 2 ديال الصباح. في واحد اللحظه خرجت ابتسام كتغوت بصوت عالي في واحد الحاله خايبه وكلها دمايات ووجهها كله مغطي، وخارجه كتغوت وكتقول راجلي قتلوه. الناس ديال ديك الحومه ولا ديال ديك المنطقه خرجوا كيقولوا ليها اش كاين ياك لاباس. السيد مول الدار كان ساكن غير تماك الفوق وحتى هو نزل كيجري، والبنت كتقول لي دخلوا علينا الشفاره وقتلوا لي راجلي. دخل هنايا مول الدار وكيلقى هاشم مجبد فوق الناموسيه وهو مقتول في واحد الحاله خطيره. هاد المنطقه كانت تابعه للدرك، عيطوا فعلا على الدرك وجاو لتما. منين دخلوا كيلقاو السيده طايحه سخفانه في واحد الحاله خايبه ومضروبه على راسها بشي حاجه، ووجهها كان كله مغطي بالدم. فكيلقاو هاشم حتى هو طايح ومدوزين عليه في عنقه وفيه واحد طعنه وحده في جهه القلب. كذلك كيلقاو البيوت كلهم مقلوبين. بالفعل علامات ديال السرقه كاينه، يعني شي واحد دخل على هاد الناس هادو ووقع داكشي اللي وقع. الدرك سولوا ابتسام مرات هاشم، قالوا ليها جلسي غير بشويه عليك وعاودي لينا اش وقع. قالت لهم انا وراجلي تعشينا بخير وعلى خير ومشينا الناس. مع ديك 2 ديال الصباح كان حس بشي واحد دخل علينا. قالوا ليها الدرك كيفاش دخل عليكم ومنين دخل بالضبط؟ قالت لهم ما عرفتش، واش جا من جهه الكوزينه واش دخل من السرجم، حيت هما كانوا كارين السفلي. قالت لي وقيله السرجم كان محلول وما عرفت كيفاش حتى تحل، وقيله كان خاسر وما كيتسدش، وما عرفتش كيفاش حتى دخلوا علينا من تمايا وتهجموا علينا وهما 2 ديال الرجال. واحد فيهم ضربني على راسي حتى طحت ما بقيتش عاقله على راسي، وراجلي داروا فيه ديك الحاله. انا في واحد اللحظه رجعت للوعي ديالي حتى كنلقى راجلي مقتول وخرجت كنغوت، وانا فاش فقت لقيتهم محيدين ليا الخاتم ديالي وشي ذهب على يدي حتى هو ما لقيتوش. بحسب المحضر ديال المعاينه كيف ما قلت لقاو هاشم مضروب في عنقه بالموس وفيه طعنه وحده على مستوى القلب ديالو. هذا كيبان من خلال الروايه ديال مراتو بانهم بالفعل كانوا ناعسين وتهجم عليهم شي حد وهي ضربوها وطاحت وما بقاتش عاقله على راسها. قالوا هاد الشفاره ربما حتى هي مات ومشاو في حالتهم. وهاشم من بعد ما قتلوه خداو ليه واحد الساعه ساويه الثمن. بحسب ما كتقول مراتو داو ليه حتى التليفون ديالو وشي مبلغ مالي، وحتى هي سرقوا ليها الذهب وحيدوه ليها، ودخلوا للبيوت ما لقاو حتى شي حاجه. هادشي اللي لقاو خداوه ومشاو في حالتهم. هاد الشفاره ولا المجرمين منين جاو؟ واش هما من هاد المنطقه ولا من شي منطقه اخرى؟ الله اعلم. واحد اللحظه التحقوا بهم عناصر تقنيه مسرح الجريمه. الدرك بقاو كيبحثوا من جهه مع الجيران ومن جهه مع مول الدار. قالوا لهم واش شفتوا شي حاجه، واش لاحظتوا شي واحد غادي كيجري من هنايا. دخلوا المهم كيديروا البحث ديالهم في الوقت اللي التقنيين كانوا كيبحثوا في مسرح الجريمه، كيقلبوا على الادله اللي غادي يستعانوا بها باش يفكوا اللغز ديال الجريمه، كذلك باش يهزوا البصمات من البواني ديال السرجم ومن البيبان ديال الدار. من بعد ما تخبرت النيابه العامه بالامر وتنقلت الجثه ديال هاشم المستودع الاموات علموا العائله ديالو. الدرك طلبوا منهم يجيو وعاودوا ليهم شنو وقع بالضبط. ولدكم راه تقتل وخاصكم تجيو. اما ابتسام مراتو في هذا الوقت كانت باقا في البحث كيبحثوا معها. جات العائله ديالو وصلت لمدينه طنجه، حيت المسافه اللي كاينه ما بين الفيلاج وهاد المنطقه اللي جاو ليها كاينه الطريق، يعني مسافه بعيده بيناتهم. المهم حضرت العائله وبقاو كيبحثوا معها. العائله كيقولوا حنا شاكين في وحدين هما اللي ممكن يكونوا قتلوا لينا ولدنا. الاب كيقول انا شاك في خويا وشاك في مرات خويا وبنتهم.
ولكن الا رجعنا للهضره ديال ابتسام مرات هاشم، كتقول دخلوا علينا جوج ديال الرجال. واحد القضيه مهمه، دابا الدرك ملي بحثوا مع هاد السيده هادي قالوا ليها واش هاد الجوج هادو شفتيهم؟ قالت لهم لا ما شفتهمش، هما كانوا دايرين ماسكات على وجههم. فاش طلبوا منها توصفهم ليهم كيفاش دايرين، كتقول كان واحد طويل وواحد شويه قصر منه، هادشي اللي كاين. المهم العائله ديال هاشم كيتهموا مباشره عم الضحيه ومراته وبنتهم، هما اللي غادي يكونوا قتلوا الولد. كاحتمال اخر يقدر يكون العم اتفق مع شي واحد وهو دار معاه باش يقتلوه، والله اعلم. من نعرفوهم غادي يطلعوا لطنجة، يمكن حضوهم وتبعوهم بالطوموبيلات، ومنين وصلوا وعرفوا السيد فين ساكن دخلوا عليه وقتلوه. انتقموا منه حيت زعما ضحك عليهم وحيت ما بغاش يتزوج ببنتهم، وهذه بالنسبه لهم وصمه عار عندهم في الدوار. كانوا هادو هما الاقوال ديال العائله تصدمات من هادشي اللي وقع للولد. مشات واحد الدوريه ديال الدرك، جابوا العم والبنت وجابوا حتى مراته، داوهم طلعوهم وغادي يبداو هنايا التحقيق معهم. هما في الاقوال ديالهم ما كينكروش، كيقولوا بصح كاين عداوه بيناتنا، وهاد الناس هادو ما صدقوش وضحكوا علينا. والعم غادي يزيد يغرق راسو في سين وجيم، قال لهم الولد مشى جاب وحده غريبه علينا حنا وما بغاش يتزوج بالبنت، وضحك علينا حنايا ودارنا ضحكه في الدوار، وحنا بقات بيناتنا العداوه. سولوهم البوليس نهار العرس واش كنتوا حاضرين ولا ما كنتوش حاضرين، قال لهم لا ما كناش حاضرين، بقينا غير في دارنا. في التحقيق ديال الدار كيسولوهم واش كنتم مجموعين في الدار كاملين، قال لهم الاب كنا كاملين في الدار وسمعنا العاس والشطيح والموسيقى، وحنا ما مشيناش حيت كنا حاقدين عليهم. الدرك غادي يتهموهم باللي هاد الشي داروا غير بيناتهم حيت عندهم مشاكل مع الضحيه والقضيه فيها الزواج، وانتم انتقمتم السيد وتبعتوه حتى لطنجه وقتلتوه. العم قال لهم لا، حنا ما اديناه ما قتلناه ما درنا حتى شي حاجه، حنا كنا في دارنا، وهاد الايام هادي اصلا كلها كنا ما خرجناش من الدوار. هنا غادي تكون هاد العائله هما المشتبه فيهم رقم واحد في القضيه، واكيد غادي يكونوا هما اللي طلعوا لهاد المنطقه اللي مشاو ليها وبقاو ايام وهما كيراقبوهم حتى لقاو الفرصه المناسبه ودخلوا على السيد وقتلوه، وداروا داك التمويه ديال السرقه باش يبينوا بانهم غير شي وحدين جاو دخلوا عليهم بحال الشفاره. بقاو الدرك محتفظين بهم. هنا غادي يخرج تقرير ديال الطبيب الشرعي، وبغيتكم تركزوا معايا مزيان في هاد اللحظه. التقرير ديال الطبيب الشرعي كيقول باللي السيد تقتل مع الوقيته تقريبا ديال الوحده ونص ديال الليل تقريبا، وهذه كانت اللحظه قبل ما خرجت فيها ابتسام كتغوت. غادي يلقاو شي خبشات كاينين في الرجلين ديال الضحيه، خبشات كثيره وكبيره. الطبيب غادي يقول لهم باللي هاد الخبشات غادي يكونوا ديال المراه. مساله اخرى عاوتاني، قال لهم طعنات اللي تلقى لهم الضحيه على مستوى العنق والقلب ديالو كيبينوا باللي القاتل هنايا ما غاديش يكون واحد، غادي يكونوا اكثر من واحد. هذا هو التقرير اللي غادي يعطيه الطبيب الشرعي. هنا العائله بقاو كيعمقوا معاهم البحث، تبعوا البرنامج اليومي ديالهم، وعلى حسب الشهود وعلى حسب الادله اللي توفرت عند الدرك باللي هاد العائله ديال العم من المستبعد يعني ما غاديش يكونوا هما اللي قتلوا هاشم، حيت الناس ديال الدوار كيقولوا دوك الايام شفناه في الفيلاج. اصلا السيد الخدمه ديالو كلها في السواق، كيمشي كيبيع وكيشري فيهم، عنده واحد البلاصه كيبيع فيها داكشي ديال المواد التنظيف، يعني هو من الصباح كيكون في السوق. نفترضوا غادي يكون هاد السيد هذا هو القاتل. هذاك النهار اللي وقعت فيه الجريمه العم كان في واحد السوق مع الوقيته ديال 4 ديال الصباح بالضبط، خدام فرج السلعه ديالو والامور ديالو هي هذيك. هادشي على حسب الشهادات ديال الناس اللي كيكونوا معاه في السوق. هنا غادي يستبعدوه من الجريمه حيت ما يمكنش يمشي حتى لطنجه، يعني راه كاينه واحد المسافه ما بين هذا الفيلاج وديك المنطقه، ما يمكنش السيد غادي يقتلو وغادي يرجع وغادي يصبح في السوق، هذه من سابع المستحيلات. هنا الدرك قالوا خاصنا نبحثوا في شي طريق اخرى، خاصنا نشوفوا الطريق ديال ابتسام، ربما هي اللي غادي تكون دايره لينا هذا الفيلم هذا باش شموه الدرك. بداو كيبحثوا معها، السيده باقيه كتكرر نفس السيناريو. خداو ليها الدرك التليفون ديالها وغادي يمشي للخبره وغادي تقلب مزيان. النمره ديال التليفون ديالها حتى هي غادي تخضع للخبره، كذلك الرقم ديال الضحيه حتى هو غيدار عليه خبره. هنا غادي تدوز واحد المده وغادي يلقاو باللي ابتسام كانت كتواصل مع واحد النمره في التليفون، وفي داك الصباح اللي وقعت فيها الجريمه كانت كتواصل معه، وهذا الرقم هذا كان قديم، يعني كانت كتهضر معاه من مده هادي. سولوها الدرك قالوا ليها هذا الرقم عيط لك داك النهار اللي تقتل فيه راجلك مع ديك الوقيته ديال 10 وشويه عاود اتصل بك مع 12 وصيفط لك ميساج مع الوحده.
بغيناك تقولي لينا ديال من هاد النمر هادي. السيده قالت لهم هذا الرقم هذا انا ما عرفتوش. الدار قالوا ليها كيفاش نتيا ما عرفتيش وانتيا كتواصلي معاه؟ ها هو هنايا اتصل بك، حنا كلشي عندنا مسجل واللي كنقولوا ليك هو اللي كاين. بدات السيده كتدخل وكتخرج في الهضره في التحقيق، وبقات كتقول لهم لا وقيله غير غلطوا في النمره، لا وقيله اتصل بيا وانا ما شفتوش. بدات كتخربق عليهم في الهضره. هنايا غادي يمشيو النتائج ديال البصمات. خرجوا النتائج وخرجت الخبره ديال البصمات اللي تهزوا من الشوقه. غادي يلقاو واحد البصمه كاينه في البواني ديال الدخله ديال الدار. هذيك البصمه اللي كانت تهزات عطاتهم جميع المعلومات على مولاها، السميه ديال الشخص وكنيته وجميع المعلومات عليه. والمفاجاه الكبيره اللي غادي توقع هي ان هاد السميه وهاد المعلومات غادي ينطبقوا على النمره ديال التليفون اللي كان كيعيط على ابتسام. من خلال النتائج ديال الخبره اللي خرجات من عند الشركات ديال الاتصالات واللي عطاتهم جميع المعلومات، كتبين باللي مرات هاشم متورطه في هاد الجريمه. بقاو محتفظين بها ونزلوا الدارك للمدينه اللي هي نفس المدينه ديال ابتسام، واعتقلوا واحد الشاب اللي في عمره تقريبا 25 عام والاسم ديالو زكريا. جابوه للتحقيق وكيبحثوا معاه. قالوا ليه قول لينا واش كتعرف واحد السيد سميتو هاشم؟ قال لهم لا ما عرفتوش. قالوا ليه واش كتعرف حتى واحد البنت سميتها ابتسام؟ حتى هي نكرها وقال لهم شكون هي ابتسام. قالوا ليه راه حنا اللي كنسولوك ماشي انت، فين كنتي داك الليله؟ قال لهم كنت بايت في دارنا. قالوا ليه قول لنا الصراحه فين كنتي، واش كنتي بايت في داركم ولا ما كنتيش بايت فيها؟ قال لهم انا كنقول الحقيقه، انا كنت بايت في دارنا. استدعوا هنايا الدرك العائله ديالو وسولوهم. قالوا لهم حنا كنحققوا في واحد القضيه من المصلحه ديال ولدكم، ما تكذبوش علينا، واش كان بايت ولدكم زكريا في الدار داك الليله؟ الاب ديال زكريا كان واحد السيد فقيه وكان شاد واحد الجامع كيصلي بالناس فيه. قال ليه حنا ما عندناش مع الكذوب، نجيكم للصراحه، ولدنا ديك الليله ما كانش بايت في الدار. هو جا عندنا قال لنا غادي نغبر شي ايامات، انا مسافر مع واحد صاحبي لواحد المنطقه بعيده، غير غادي ندوز مع شي ايامات وغادي نرجع. ديك الليله ما كانش بايت عندنا ولدنا في الدار، واصلا كان مسافر من قبل. صافي هنايا الدارك عرفوا بلي زكريا هو اللي غادي يكون قتل هاشم، وماشي غير هادشي، باتفاق مع ابتسام مراته. رجعوا ليه الدارك وبقاو معاه في البحث وواجهوه بالادله. يعني كاين بزاف ديال الادله كتبين باللي هو القاتل، منها البصمات، منها الشهاده ديال العائله ديالو باللي هو ما كانش بايت في الدار. ابتسام حتى هي جابوها باقا كتناقض في الهضره ديالها، بقاو مع زكريا حتى الاخر، حتى نهار ليهم واعترف ليهم. قال لهم انا غادي نعاود لكم كل شيء، انا وابتسام بجوج اتفقنا باش نقتلو هاشم، وهي اللي غرقتني معاه في هذا الشيء. بقيت تابعها حتى خرجت على راسي وقتلت واحد ما كنعرفوش، وانا ندمت على هذا الشيء، والله ما كنت ناوي نقتلو. بدا كيبكي عليهم وبدا كيشكي. المهم على حسب الاعترافات ديالو كيقول هاد البنت هادي كنعرفها مزيان من شحال هادي، وانا كنت معها في علاقه من ايام الدراسه، وانا ما خدام ما كندير حتى حاجه والحاله ضعيفه، وكنا حنا مواعدين بعضياتنا باش غادي نتزوجوا، وانا عطيتها وعد وهي كانت موعداني من غيري ما غادي تشوف حتى واحد. حتى لواحد النهار جات لعندي كتبكي، تلاقيت انا وياها وقلت لها مالكي؟ قالت لي جا واحد السيد كيعيش في اسبانيا وغادي يتزوج بيا، وانا راني رفضت لدارنا هاد الزواج، ولكن هما بقاو كيغوتوا عليا وبا بغى يضربني. قال لي انت يا جا الخير حتى لبين يديك وباغا تدفعي عليه كبير، واحد عايش في الخارج وعنده الفيلا ديالو وبرزقه وعنده كل شيء، وغادي يديك معاه وغادي تعيشي بخير وعلى خير، وعطاني انا ضمانات باللي ما غادي اديك ما غادي يدير لك حتى حاجه. اش بغيتي اكثر من هذا الشيء هذا؟ بمن باغا تزوجي بالسلامه بواحد ما عنده حتى شليله ولا شنو؟ بغيتي شي واحد من هادو اللي ما خدامين ما ردامين يتزوجوا بك ويبقى يصوت فيك بالليل وبالنهار؟ قالت لي انا خفت من بابا وقلت ليه صافي انا غادي نتزوج به. زكريا قال ليها مشكله هذه، بقى كيهدد وكيقول لي هذا اللي غادي يتزوج بك والله حتى نقتلو. المهم بقات هنايا البنت مره كتلاقى بزكريا، وحتى شي واحد ما عارف شي حاجه، لا هاشم ولا العائله ديالها. واحد النهار اتفقوا بيناتهم، وهذا الاتفاق جا من تحت راس ابتسام. قالت لي عندي واحد الفكره، انا هضر معايا الخطيب ديالي وقال لي بلي غادي نديروا العرس في هاد الايام، ومباشره غير غادي يسالي العرس غادي نمشيو لواحد المنطقه في طنجه. بغيتك تكون مثبت معايا، النهار اللي غادي نقتلوه فيه غادي يكون هو ناس، وانا غادي نعيط لك في التليفون وانتيا غادي تدخل، وغادي نخلي لك الباب ديال الدار محلول، وغادي نقتلوه، ومن بعد انا غادي ندير بحال لا دخلوا علينا الشفاره، وحتى شي واحد ما غادي يعيق بينا، وتبقى القضيه بحال هكا، وانا غادي نورد ديك الفيلا وغادي نورد كلشي.
وهو راه قال لي عندي الفلوس في البنك حطهم، وغادي يدوز واحد العام ولا ما كاملش حنا غادي نتزوجوا وغادي نعيشوا بخير. قال لي زكريا صافي انا معاك في هادي. تشجع وبغى يبين الرجوله ديالو. الدري وجد واحد الجنويه مضاها مزيان وخباها في دارهم حتى يحتاجها. ابتسام تزوجت بهاشم وداز العرس بخير وعلى خير. طلعوا لديك المنطقه وهاشم على نيته كيدوز مع مراته شهر العسل، مهلي فيها ما مخليها مخصوصه من والو. والسيده مره كانت كتعيط على العشيق ديالها. المهم هما وصلوا لهديك المنطقه، عيطت عليه قالت لي حنا راه كاينين تما، يلا تبعنا طلع باش ننفذوا الخطه ديالنا. زكريا كان عنده واحد الصاك دار فيه داك الاداه ديال الجريمه وطلع لهديك المنطقه. غفلات ابتسام راجلها وتلاقات به وورته الدار والعماره فين ساكنين. قالت لي غادي تدوز واحد اليومين بلا ما وجدت لك الوقت المناسب، وغادي نخلي لك الباب محلول وغادي تدخل مع الوقيته ديال الوحده ديال الليل. دخل انت وضربني باليد ديال الجنويه على راسي باش ما يشكوش فيا انا. هنا بغاو تكون الجريمه كامله. زكريا بقى حاضي حتى جات ليلى المعلومه. كان داير جنويه تحت منه وخلات ليه الباب محلول. هاشم كان ناعس على نيته ودخل عليه يسدد ليه طعنات على مستوى القلب وغفلو وطعنو في العنق ديالو. وهو كيطعنو ابتسام كانت شاده ليه الرجلين باش ما ينوضش، هي باش غرسات الضفار ديالها في الرجلين ديالو وبقاو فيه دوك الخبشات. منين كمل زكريا الجريمه ديالو حيد ليه الساعه وهز ليه التليفون وفلوس، وهي حيدات السنسله من عنقها وحيدات الخاتم وكاع الذهب اللي كان عندها وعطاتهم ليه باش يموهوا الدرك باللي الشفاره هما اللي حيدوا ليهم هاد الشيء. ودخلوا بجوج كيرونوا في الدار باش يبينوا باللي الدافع ديال الجريمه هو السرقه. ودارت هاد السيناريو باللي دخلوا علينا جوج ديال الناس. خرج زكريا من بعد ما سلم من الباب وشد في البواني وخلى البصمه ديالو فيها. كانت هذه الاعترافات ديالهم كامله. تقدموا بجوج بهم للعداله والمحكمه حكمت على زكريا بالاعدام. اما بالنسبه لابتسام تحكم عليها بالمؤبد. حتى لهنا غادي نكونوا سالينا قضيتنا اليوم. تلاقاو في الفيديو الجاي مع قصه وقضيه جديده. السلام عليكم.